في فترة في حياتنا بنحس إن إحنا في سجن. يعني لو حد مرّر بالحكاية دي بتحس إن أنت كإنّك مسجون أو كإنّك عاجز. آمم مش قادر تعمل حاجة، يعني في حاجة عندنا مشاكل كده، الدنيا كلّها مقفّلة من كل ناحية، مش عارف أصلًا أنت عايش ليه أساسًا. بتحاول تعالج، يعني بتحاول تحل الموضوع وتفتح طرق، أحيانًا كمان تحاول تفتح طرق تانية يمكن تمشي معاك الدنيا، بس بتبقى مقفّلة من كل النواحي. مش باتكلّم على الطموحات، أنا باتكلّم على حالة أسوأ بكتير يعني. هي الدنيا أنت مش عارف أنت أصلًا جيت ليه أساسًا. ففي الحالة دي بصرف النظر بقى عن فكرة علاج نفسي أو مش علاج نفسي، في حالات كده بتبقى تحس إن أنت فعلًا مسجون تمامًا. ففي الحالة دي باحس إن أهم حاجة إن الواحد مش الناس هتقول لك اصبر، لكن أنا شايفة إن أهم حاجة إن أنت تسلِّم. أنت عملت خلاص كل حاجة تقدر تعملها في الموضوع ده، أيًا كان بقى علاقة عاطفية، شغل، طموحك، أيًا كان واجباتك تجاه أهلك، أنت عملت كل حاجة تقدر تعملها عشان تصلّح الدنيا، بس برضه مش ماشية. وأحيانًا كتير بقى في السجن، حالة السجن دي بتبقى كُلّه واقف بقى، شغل بقى وكُلّه يعني. أنا باحس إن في الوقت ده التسليم أهم. ليه التسليم أهم؟ آمم ماشي، الصبر حلو وكل حاجة وجميل يعني، بس في حالة إنّك حاسس فعلًا إنّك مسجون محتاج تسلِّم بالطريقة بتاعة إيه. أنت لو صبرت، هاتكلّم بقى على الصبر بقى، أنت لو صبرت هيودّيك شوية في سكة الانتظار. يعني أنا هاصبر لحد إمتى؟ كُلّنا لا يتقن الصبر الجميل يعني، بس هاصبر لحد إمتى؟ فتفضل على طول كده عامل زي المسجون وباصص على باب السجن، هيتفتح إمتى الباب ده؟ طب هييجوا لي إمتى أهلي؟ طب أنا هاطلع من الباب دوّة إمتى؟ طب مش عارفة إيه، هتفضل على طول في حالة انتظار، في حين أصلًا لو افترضت ربنا يعافينا يعني ويخفف علينا وجعنا وكل الحاجات دي. أنت لو سلِّمت، أنا خلاص مثلًا دلوقتي أنا في السجن دلوقتي، مش باقول تستسلم يعني ما تعملش حاجة في حياتك يعني، بس أنا الوضع ده هو أكتر وضع خير ليّا. تسليم مش استسلام، في فرق. الوضع ده أكتر وضع خير ليّا، وخلاص أنا هافترض مثلًا عادي أنا في سجن والزنزانة مقفولة عليَّ، خلاص لعله خير. إيه اللي أقدر أعمله في ال4 بين ال4 حيطان دي؟ إيه اللي هاقدر أعمله؟ أنا خلاص أنا عملت كل حاجة أقدر عليها، إيه اللي أقدر أعمله بين ال4 حيطان دي؟ ممكن تكون أكتر حاجة محتاجها في الوقت ده هو الهدوء، أو ممكن تكون الدنيا لمّا تبقى مقفلة في وشك كلها كده، اقعد مع نفسك بقى، شوف نفسك. مش معنى شوف نفسك يعني هتبقى أناني أو غيره، يعني كل واحد ليه قصته، بس فكرة شوف نفسك دي معناها إن أنت تأمَّل، أو برضه مش قصدي يوجا، أنا قصدي آآ خُدها راحة، خُدها راحة من الحاجات الجري الكتير، لإن أحيانًا كتير حتى كمان في السباحة لازم تاخد نَفَس عميق عشان تاخد الغطسة القوية يعني. كذلك الحياة، أحيانًا أنت محتاج تُقف شوية عشان ربنا بيبقى محضّر لك لحاجة أقوى، أو حاجة حلوة بإذن الله يعني. فأنت لازم تُقف، أنت مش هينفع في الحالة حالتك اللي جاية دي إنك تجري. وبرضه التسليم حلو في إيه؟ حلو أوي التسليم. أنت ما عندكش اختيار، يعني فكرة إن أنا مثلًا أنا دلوقتي كده في سجن، فأنا هاعمل إيه يعني؟ هاقعد بقى في السجن ده، هاقعد كل شوية أتنطط وأقول هو أنا هاطلع إمتى؟ عشان كده باقول لك اصبر ديّة هتبقى رايحة شوية في سكة انتظار، والّا أسلِّم إن أنا قاعد كده والمكان ده والله أحلى حاجة في الدنيا. ماشي، أنا أتمنى إن أنا أطلع منه، بس أنا مش مستنية أطلع منه، في فرق. زي مثلًا واحدة مثلًا يعني جوزها سابها، أتمنى إنه يرجع لي، بس أنا مش مستنياه. فاهمين الفكرة؟ يعني في فرق شاسع بين الحالتين. فأنا مسلِّمة لأ والله، ده هو يعني هادّي مثلًا مثال للزوجة دي، هو مثلًا والله إحنا بُعاد عن بعض، ياه! ده هو ماشي، أنا نِفْسي يرجع لي، بس الوقت اللي هو فيه بعيد دوّة أنا في حاجات كتير ما كنتش أعرف أعملها دلوقتي هاعرف أعملها. في حاجات كتير هو كان بيقول لي لأ فيها، لأ أنا دلوقتي هاعرف أضبّط الدنيا بقى وأخرج مع أصحابي بقى وأسافر وأنطلق وأعيش حياتي. كان بيقول لي لأ على حاجات كتيرة وكان خانقني في عيشتي، فبتبقى يعني هيصة يعني بتولّع حاجات كده في السما.
من كتر فرحتها. فهي لو بصت للموضوع كده يعني مش هتبقى زعلانه او نفسي يرجع لها، بس ايه، بس لو بصت للموضوع ايه اللي انا ما كنتش عارفه اعمله في وجود الشخص ده. فكذلك السجن، ايه الحاجات اللي انا نفسي مثلا اعملها وانا حاسس ان انا مخنوق ومش قادر اعمل حاجه خالص، خلاص في حياتي بسلم فيها، رافع ايدي، انا مش قادر اعمل حاجه وكل حاجه خارجه عن السيطره. ده اللي تعمله بقى. فده فعلا محتاج تقف مع نفسك وتقعد مع نفسك. وعلى فكره اقول لكم على حاجه عشان ما اكذبش عليكم، يعني القعده مع نفسك صعبه. كانت فعلا هي فعلا محتاجه تتقفل من كل ناحيه عشان تقعد مع نفسك. اقعد بقى راجع انت عملت ايه في حياتك. ممكن يكون اللي حصل لك ده، وانا عارفه الكلام ده ما بيعجبش ناس كتير، عقاب. عقاب ربنا يا جماعه مش وحش، يعني مش انتقام ربنا. انتقام ربنا ده خلاص، انت ربنا منتقم جبار، ده خلاص بقى يعني ايه، هيبقى ربنا ما بيحبكش لو خلاص انت مت، خلاص حكم عليك ان انت رايح النار. لكن هو لو ربنا عاقبنا في الدنيا خير، حلو. حلو ان ربنا يرجعنا ليه. طب انا بتعاقب ليه؟ والله ممكن اكون واحده ظلمتها زمان والله ونومتها معيطه وكسرت قلبها، طيب استغفر ربنا، اقعد بقى راجع. هترجع بجد شخص مختلف. يمكن انا كنت مغرور، يمكن انا كنت بدي بزياده، يمكن انا كان الناس دي اللي حواليا نفسي باقي عليهم قوي، دول مش باقيين عليا. فانا كنت بتعب نفسي، مهما تعبت نفسي اكتر واكتر برضه ما كانوش هيشوفوني. يمكن الشغلانه اللي انا كنت فيها وموت نفسي فيها دي وخلاص، ممكن تكون انا اصلا ما بحبهاش على فكره. انا اساسا ما بحبش الشغلانه دي، فايه ايه اللي جابني فيها؟ فلولا الوقفه دي ما كنتش هتفكر وتراجع حياتك، كنت هتلاقي نفسك زي ايه، معلش زي الطور في ساقيه، بيلف كده ومغمى عينيه ومش عارف هو بيلف فعلا في ساقيه. يعني حتى المثل ده عندنا في مصر. فلولا الوقفه والدنيا اتقفلت في وشك من كل ناحيه ما كنتش فكرت التفكير ده. فتبص لها كده يعني انت بقى لو بصيت للسجن ان هو سجن وهتقعد باصص على الباب ان هو يتفتح، ده الانتظار، مش هتبقى مرتاح، هتحس انك فعلا مسجون. لكن انت لو بصيت للسجن ان هو حاجه من التامل او حاجه هترجعك لنفسك، هيفرق. هو تسليم بقى، تسليم مش الاستسلام، هيفرق جدا. الاستسلام انا خلاص بقى انا هموت بقى حياتي وحشه وتفضل وحشه طول، هو ده الاستسلام. لكن التسليم اللي هو خلاص انا في السجن، انا قاعد حاسس ان انا مسجون، بس هعمل كذا، هقعد مع نفسي هشوف انا غلطت في ايه في حياتي، مش مشكله استغفر ربنا، مش مشكله اتوب ربنا. الاستغفار اجمل حاجه في الدنيا، انت ترجع لربنا. ربنا بيحب العباد المستغفرين، ما يحبش العباد المتكبرين. يعني حتى في حديث قدسي يقول لك ايه، ما تمنش علينا بالنعمه اللي انت عاملها او بعبادات اللي انت، يعني العبادات اللي انت عاملها ما تمنش علينا بيها، الاحلى منها دمعه مستغفر. الحديث قدسي فيما معناه بس جميل قوي يعني، اللي هو فكره ان انت ايه الاحب الى الله، اللي هو دمعه المستغفرين وتذلل المستغفرين على باب الرحمن، احسن من ايه، من عباده المتكبرين، او احنا عبدنا ربنا احنا كده كويسين. يعني شوف الدنيا عامله ازاي. فنستغفر ربنا. الاستغفار بيخليك تتطور. انا اتكلمت قبل كده عن موضوع الاستغفار الواعي، ان انت تبقى تستغفر. مش فكره ان انا باخد ثواب في الاستغفار، ماشي هو بيعمل ثواب وكل حاجه، بس استغفار اللي هو ايه، آه بيزود وعيك او بيخليك تراجع نفسك او خليك تكتشف حاجات اصلا في نفسك وغلطات انت ما كنتش واخد بالك منها. عشان كده ربنا دايما بياكد على الاستغفار ان هو بيجددك. انت بقى على فكره الاستغفار ده بيعمل لك الوعي، اللي هو يقول لك اصل الانسان ده مش واعي بعلم النفس، الانسان ده اصله ما عندوش وعي، الانسان ده عايش في ظلام، والانسان دوت عايش، اللي هو دايما يقول لك كده الانسان دوت مش مستيقظ روحانيا. حتى في علماء الروحانيات وكده يقول لك الحكايه دي. فالحكايه دي الاستغفار، وطبعا الكلام ده يا جماعه في كل الاديان بقى، اللي هو شوف بقى هتوب ازاي في أي يعني ايا كان دينك، بيجدد لك نفسك وبيخليك شخص واعي، بيخليك واعي على نفسك ويخليك تدرك عيوبك فبالتالي تظبطها. لكن انت طول الوقت بتنكر ان انت زي الفل، انت انسان على فكره، انت مش زي الفل ولا حاجه. وطبعا الذنوب يا جماعه كتيره، طبعا احنا مش هنتكلم في الحكايه دي، احنا عارفين الذنوب كتير وربنا غفور رحيم. الذنوب مش انت بتشرب خمره، او ان انت مربي، مش مربي ده انا كنت بتلبس شرطه وحاطط وشم، عشان هم برضو طبعا زي ما في فساد في كل حاجه في حياتنا، في الدكاتره في كل حاجه، في فساد برضو في الشيوخ، فهم اختزلوا الدين كله في الحكايه دي. بس انت جواك فطرتك وعارف الصح من الغلط. الكذب حرام، النميمة حرام، الحسد حرام، قذف المحصنات حرام، الغش حرام، بالطريقة المطلقة، مش ان انا هو غش نسبي. اتكلمت في الموضوع ده. فلا زال الحاجات اللي احنا فاكرينها يا جماعة عن الحرام والحلال وال... والحاجات دي كلها، والحقد والحسد والتكبر حرام، والحاجات دي كلها استغفر ربنا على كل الحاجات دي. اي حد ظلمته، اي واحدة كسرت قلبها، اي شغل عملته، اي كلام، اي حد في شغلك انت ذليته وسبته واقف كده كتير في الشغل، او اشتغلت بقلة ضمير، او بعت له حاجة
مش انت ما تاكلهاش او ما تقبلهاش على اهلك. شوف، اعمل جرد حلو قوي انك تقعد مع نفسك، وده محتاج شجاعه، وده ممكن يخليك تعيط على فكره، بس هترجع شخص. معلش هتعيط، بس هترجع شخص تاني وهتبتدي حياه، يعني كانك بتتولد من جديد. احيانا السجن ده بيبقى كانها فعلا بتبقى عامله زي كده الضلمه كده، اللي هي بعدها هنتولد من جديد، زي ما احنا كنا اجلنا في بطون امهاتنا، احنا كنا موجودين في ظلام. دي برضو ده حاجه رمزيه يعني، كنا موجودين في ظلام في بطون امهاتنا، فمن الظلمات طلعنا للنور، اللي هو رجعنا للحياه. فعاده دايما احيانا كتير بتبقى الحاجه المظلمه قوي دي او مقفوله قوي الضيقه قوي دي، دي بتبقى بدايه الفرج. وادعي دايما، قول له يعني الدعوه دي بحسها حلوه قوي في الفترات دي، اللي هم اخرجني من الظلمات الى النور. يا رب يعني رب نور لي طريقي. طبعا الدعوه دي جمال كل الاديان، يعني يا رب نور لي طريقي في كل حاجه ايا كان دينك. قوله بالصيغه اللي تناسبك، وتوب بالطريقه اللي تناسبك. اهم حاجه اقعد مع نفسك واستغفر ربنا وتوب لربنا وقول له يا رب سامحني يا رب. وراجع نفسك، اقعد افتكر بقى اصلا انت يعني القفله دي هتقعد مع نفسك، هتقعد مع نفسك مش هتهرب منها، هتروح منها فين؟ دي دي الحكمه. يعني احنا بنتامل فبكتشف ان دي الحكمه. ممكن ما تكونش هي دي الحكمه، انت بقى قول حكمه كل واحد ليه قصته بقى. قصه السجن دي كل واحد ليه القصه بتاعته، وكل واحد مر بالموقف ده ممكن يشاركنا فيه ويقول. وجربوا برضو موضوع الاستغفار، وجربوا تبصوا للسجن اللي هو تسليم. خلاص انا مسلم اموري، مش مستني بقى يا دوب يعني الباب يتقفل، هو مقفول كده، يا رب يتفتح، بس انا مسلم امري وهشوف انا اعرف اعمل ايه في السجن ده. في ناس كتير على فكره على سيره السجن يا جماعه، على سيره السجن الفيديو طال مني. على سيره السجن، في ناس فعلا حرفيا في السجن مسجونين، نفسيتهم اتدمرت قوي لما كانوا مستنيين فكره الانتظار، ان احنا امتى السجن ده يتفتح، امتى الباب ده يتفتح. في ناشونال جيوغرافيك في ناس كتير هتشوف القصص اللي هي مسجون في الغربه. البرنامج ده تحفه. هجيب لك برضو قصص ناس ان هو اصلا في السجن نفسهم، طبعا في البدايه طبعا هم في انتظار، يلا الباب يتفتح يلا الباب يتفتح، صابرين، يلا الباب هيفتح يلا الباب هيفتح، امتى هنطلع امتى، الحاجات دي كلها. طبعا كانوا داخلين مظلومين وحالتهم النفسيه وحشه وكده. في السجن اتعلموا يعني اللي هو عملوا كتب وعلموا ناس واتعلموا لغات تانية وعاشوا حياة تانية، اصلا تقريبا هم لو كانوا بره السجن ما كانوش عملوا كده. ففي ناس كتيرة فعلا في السجن حست ان السجن فادها وعادوا حياتهم، وعرف ان حبيبته دي ما كانتش بتحبه، اللي هو كان ناوي يضحي بحياته عشانها وبيسأل عليها وبيبعت لها فلوس على طول. ف... ففي السجن حرفيا او مجازيا بيعرفك حاجات كتيرة عن نفسك وعن اللي حواليك وعن حياتك، فبيخليك تعيد تعمل جرد بقى. بس ده الجرد ده محتاج شجاعة ومحتاج تسليم. الاستغفار محتاج شجاعة على فكرة، انت تقعد تراجع نفسك، تستغفر بتركيز، غلطت في ايه، فده كله بيحتاج تركيز، فده كله بيحتاج تركيز. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. شكرا.